السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتمنى ان شاء الله تكونوا لاباس وبصحة وعافية. الفيديو تاع اليوم بزاف مليح، نتمنى ان شاء الله ينال اعجابكم. اذا عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني بجيم وكومنتار واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس به كل يوم بإذن الله يوصلكم جديد. نخليكم مع الفيديو. الله يفرح قلبك، الله ينصر دينك، الله يحيي البطن اللي حملتك. جندي مصري ابن حلال شربان حليب أمه. خرج لكم رجل واحد مصري أبي عربي أممي بطل ليثأر وينتقم لمقدسات ليمر لمنهجي مدينة إسرائيل. إذا كنتوا عجزانين عن مواجهة شرطي مصري مش مدرب، فكيف بتحكوا عن درب إيران وبتدعوا إنكم مستعدين لمواجهة متعددة الساحات؟ والله 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 إذا الشعب المصري هجم علينا ما راح ناخد معهم غلوة. الأرض بتتكلم عربي وما راح تتكلم عبري أبدا، مهما حاولنا التشويه وتزوير التاريخ والحقائق. لذلك أنا بقول وبكل أسف باي باي إسرائيل، باي باي إسرائيل، باي باي إسرائيل. ولا للتطبيع احنا اولا ما نشاركش فيها وما نباركش فيها، والقضية الفلسطينية عندنا تبقى قضية مقدسة بالنسبة لنا وبالنسبة للشعب الجزائري برمته. الجزائريين من أكثر الشعوب كراهية لإسرائيل، وصحيفة هآرتس الإسرائيلية قالت جملة قاسية جدا إن الشعب الجزائري شعب عدواني متوحش ويستهدف إسرائيل. نمرة 2، إن البعض ممكن يقول وإسرائيل فين والجزائر فين؟ الجزائر بعيدة عن إسرائيل، كيف تهدد الجزائر إسرائيل؟ برضو الإعلام الإسرائيلي بيجيب والمحللين العسكريين الإسرائيليين بيجيبوا أن الجزائر ليست بعيدة، لأن عندها جيش قوي وعندها قوات بحرية قوية، والجزائر شاركت في حرب 73 وتقدر الجزائر مرة أخرى تشارك في حرب ضد إسرائيل عبر البحرية الجزائرية القوية. بعد جغرافي واختلاف ثقافي واندماج في القضية وحب الأوطان جمعهما المليون شهيد، قلبان في جسد واحد، العلمان يرفرفان سويا في الوقت الذي سقطت فيه معظم الأعلام. الجزائر بلد المليون شهيد، الشق التوأم لفلسطين، والقلب البعيد القريب النابض المخلص للأرض المقدسة. فلسطين والجزائر علاقة لا يمكن تجاهلها أو المرور عليها دون الوقوف عندها. إنه ذلك الحب الوثيق الذي وصل لحد راق في منظومة عشق الأوطان. مجموعة من المثقفين والكتاب والنشطاء الجزائريين يضربون عن الطعام تضامنا مع الأسرى في سجون الاحتلال، مؤكدين على استمرارهم في إضرابهم عن الطعام حتى يحقق الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي مطالبهم. ويبدو السؤال الأكثر إلحاحا حول سر هذه العلاقة الحميمية بين الشعبين الطيبين في فلسطين والجزائر. هذا هو ما يطلق عليه كيمياء الارتباط.
أصبح الكيان اليوم على حدود الجزائري، هل هناك خطر؟ الجزائر نحن مطمئنين في الجزائر على أنه لا يمكن أن يمتد هذا الخطر إلينا، هذا ابتداء، يعني لا يمكن بإذن الله أن ترى في يوم المغرب. المغرب علاقتهم قديمة. هو الأخ يقول أنه كانت هناك علاقات قديمة بيننا والآن فقط احنا عودنا عملنا لها رديماراج، يعني كأننا عدنا إحيائها من جديد. الجزائر لم تكن لها علاقة مع الكيان الصهيوني ولن تكون لها بإذن الله علاقة مع الكيان الصهيوني، ولا تشكل لنا أي خطر، وإنما تشكل لنا. تفضل. نعم سينتهي معي وقت، لكن بأقل من دقيقة، هل سينضم الجزائر إلى هذا الاتفاق الثلاثي المغربي الأمريكي الإسرائيلي؟ أبدا. قطعا؟ قطعا. تتخوف منه الجزائر من تطبيع المغرب العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي؟ أولا توجد أكثر من نقطة استفهام حول هذا الموقف، ولكن قبل هذا توجد أيضا تصحيح للعبارة التي تفضلت بها أنت الآن. الجزائر غير متخوفة، الجزائر غير متخوفة من تطبيع الجيران المغاربة مع الصهاينة أو مع غيرهم، إنما الجزائر ترفض مجرد تطبيع. ليس هناك تخوف قطعا، لا يوجد أي تخوف. من ماذا نخاف يعني في النهاية؟ من ماذا نخاف؟ نحن لا نرفض هذه الخطوة، لأنه في النهاية المغرب سيدة في أن تطبع مع الكيان الصهيوني أو تطبع مع أي دولة كانت في العالم، ولكن نحن نرفض هذه الخطوة، نرفض التطبيع بالكيان الصهيوني. نحن نرفض أن يصبح هذه الجرثومة، هذا الكيان الذي زرع في قلب الأمة، أن يصبح كيانا طبيعيا، أن يعني كأن العالم أو كأن المطبعين يريدون من الجزائر أن تلقي بكل الأعراف وبكل الجهود وبكل العمل المبذول خلال السنوات الماضية وكل المواقف المشرفة التي كانت الجزائر جزءا أصيلا منها، يراد من كل هذا أن نلقيه وراء ظهورنا فقط لأن دولة سين أو دولة عين أرادت أن تمشي في المخطط الترامبي، في مخطط الصهاينة الجديد. لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نقبل بهذا الأمر، في أن الصهاينة لم يحلوا على دولة إلا وجلبوا وراءها المشاكل، إلا وجلبوا وراءها الفتن، إلا وجلبوا وراءها الدمار، إلا وجلبوا وراءها كل أنواع التقسيم، يعني التقسيم المقسم بحد ذاته. الآن نحن دول أصلا نعاني من التقسيمات الاستعمارية، ولكن فوق هذا يراد أن نجلب كيانا كان بعيدا عنا في النهاية. يعني أقرب دولة كانت معترفة بالكيان الصهيوني هي مصر، بعيدة عن المغرب العربي آلاف الكيلومترات. الآن لما نأتي بهذه الجرثومة ونزرعها في قلب المغرب العربي، فهذا قطعا عمل مرفوض بأي شكل من الأشكال، ولا يمكن أن نقبله. مثل ما قال الرئيس تبون قبل أيام، لا يمكن للجزائر أن تكون جزءا من هذه الهرولة الغير مفهومة والغير طبيعية والغير مقبولة نحو تطبيع مع الكيان الصهيوني بهذا الشكل المستفز. الهرولة للتطبيع احنا أولا ما نشاركش فيها وما نباركش فيها، والقضية الفلسطينية عندنا تبقى قضية مقدسة بالنسبة لنا وبالنسبة للشعب الجزائري برمته. مشكلة أخي الكريم لم يكن في يوم من الأيام بين المغرب وبين الجزائر. الجزائر بعيدة عن هذا الإشكال. المشكل هو بين المغرب وبين الشعب الصحراوي في الصحراء الغربية التي تعتبرها الأمم المتحدة هي قضية تصفية استعمار، تعتبرها منطقة لم يتم الحسم القرار فيها نهائيا. القرار واضح، يعني الحل بسيط. لماذا يراد إدخال الجزائر عنوة في القضية؟ الحل سهل وبسيط، هو عملية انتخابات حرة ونزيهة في الصحراء الغربية حتى يقرر الشعب الصحراوي مصيره. فإن أراد الاستمرار ضمن المملكة المغربية فله ذلك، وإن أراد الاستقلال فله ذلك. يعني لا يمكن. البعض يتهمكم يا سيد، يتهم الجزائر نعم. بأنها كانت السبب في التوجه المغربي لتطبيع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي، لكن هل بالفعل ما جرى يبرر للمغرب؟ شوف الكلام هذا عيب، الكلام هذا عيب حقيقة. الآن سوف أكون صريح شوية. الكلام هذا عيب. أولا صاحب الحق لا ينتظر اعتراف الآخرين بحقه حتى يأخذ حقه. يعني خلينا نجوها من النهاية. الجزائر كانت محتلة من طرف فرنسا 132 سنة منذ دخول فرنسا عام 1830، والجزائر تقاتل أبا عن جد إلى أن وصلنا إلى النتيجة المبتغاة بعد 132 سنة في 1962. لم نطلب استقلالنا، لم نطلب الاعتراف إلا والرشاشة في اليد الأخرى. يعني لماذا المغرب، لماذا المغرب لم تطالب بالصحراء الغربية أثناء تواجد إسبانيا فيها؟ لماذا لم تدخل بقوتها إلى غاية 1976 لما كان الدم الجزائري يعني يسيل في تندوف، يسيل في بشار، ويسيل في تلمسان، ويسيل في كل الحدود الغربية الجزائر من أجل الوحدة الترابية الجزائر؟ لا يمكن أن نبرر. يعني هذا صهاينة، هذا احتلال، هذا ناس جاوا أخذوا أرض فلسطين، هذا ناس طردوا إخواننا، طردوا أبنائنا. الجزائر أيضا عندها عشرات ألاف أو ممكن 100,000 من اليهود الذين غدروا بنا أثناء الاحتلال والذين رحلوا مع فرنسا بعد لكن الاحتلال. يقول لك سيد عزيز من أحق بهذا المنطق أيضا الجزائر إذن تطالب ب
وصلنا إلى نهاية الفيديو، نتمنى إن شاء الله يكون نال إعجابكم. إذا عجبكم ما تنسوش الدعم. شكرا على المشاهدة، إلى اللقاء في فيديو آخر يجمعني وإياكم.